بشوية دقيق ومَيّة بقى، يعني مكونين 2 بس وفي الطاسة على البوتاجاز وبدون فرن، هنعمل بقى فطاير الطاسة السخنة، يعني أحلى وأوفر تحلية تدفّي بقى في الجو اللي إحنا عايشين فيه، وبصراحة من حلاوتها هيطلبوها منكم كل يوم، وعايزة أقول لكم بقى أحلى حاجة فيها إن هي خفيفة جدًا في الأكل، يعني أنتِ ممكن تاكلي فطيرة و2 و3 مش هتحسّي إن هي تقيلة خالص، ويالّا بينا بقى كده على طول نشوف عملناها إزاي، بس في الأول كده يا ريت ما نبخلش على الفيديو بلايك وكمان تعليق حلو منكم. في الأول خالص كده هنجهّز أسهل عجينة عبارة عن 3 كوبايات من الدقيق، عليهم نُص معلقة صغيرة من الملح، وهنبدأ بقى نقلّب المكونات الجافة مع بعضها. هنجيب بعد كده كوباية من المَيّة وهنبدأ ننزل بيها بالتدريج على الدقيق، لحد ما نحس إن الدقيق ما عادش محتاج مَيّة معانا. ال3 كوبايات دي أخدوا معايا بالضبط كوباية من المَيّة، وكمان المَيّة اللي أنا مستخدماها مَيّة من الحنفية، مش مَيّة دافية ولا أي حاجة. زي ما أنتم شايفين هنجيب بقى العجينة ونفضل نعجن فيها حوالي 10 دقايق، يعني من 5 ل10 دقايق لحد ما العجينة تكون طرية معانا، يبقى كده خلاص العجينة مضبوطة. عايزة أقول لِك إن هي عجينتها سهلة، ما بتاخدش أي وقت كمان في العجن، ومش هتحسي إن هي تقيلة في إيدِك، لأ بالعكس يا دوبك بس هتلميها شوية هتلاقيها خلاص بقت عجينة مضبوطة، وكمان بتكون طرية في إيدِك. عايزة أقول لِك إن العجينة طرية في إيدِك هتطلع معاكِ في الآخر العجينة بتمُط معاكِ كده وتبقى سهلة أوي في الفرد. طبعًا كده أنا هابدأ أشكِّل على طول، فجِبت طبعًا العجينة والمكان اللي أنا هابدأ يعني أعمل فيه كور العجين، دهنته بشوية من الزيت وكمان دهنت العجينة بالزيت، وبعد كده بدأت ألفّها على شكل رول وهاقطّعها ل9 قطع. طبعًا تقدري تخلّي القطع بتاعة العجين أكبر من كده أو أصغر من كده على حسب حجم الفطير اللي أنتِ عايزاه في الآخر. أنا هنا قطّعتها ل9 قطع، كان بالنسبة لي الحجم ده مضبوط جدًا. بعد ما قطّعتها أخدت كده كل قطعة وبدأت أكوّرها بالشكل اللي أنتم شايفينه، وبعد كده بقى هاجيب طبق أدهنه بدهنة خفيفة خالص من الزيت، وهابدأ أحط عليه قطع العجين، وهادهنها كمان برشة خفيفة خالص من الزيت، وأغطّي عليها يا دوبك يا بنات من 5 ل10 دقايق ترتاح معانا، ترتاح معانا، وهنبدأ نشتغل فيها على طول. عجينة سهلة ما بتاخدش أي وقت نهائي. طبعًا بنجيب بقى قطعة العجين ونبدأ نفردها على شكل دايرة يكون سمكها رقيق جدًا. خدوا بالكم معانا إن إحنا بنبدأ نقفل العجينة بالشكل اللي أنتم شايفينه، وبندهنها برضه دهنة خفيفة خالص من الزيت علشان تطلع في الآخر مورقة معانا. بعد ما طبقناها بالشكل اللي أنتم شايفينه بنركنها على جنب، وبناخد قطعة تانية من العجين وبنبدأ نفردها على شكل دايرة زي ما قُلت لكم يكون سمكها رقيق جدًا، جدًا. وزي ما أنتم شايفين ما شاء الله العجينة بتمُط معانا مش محتاجة أي نشابة ولا حاجة، وعجينة سهلة بسيطة ما بتاخدش أي وقت خالص في الفرد. طبعًا هاخلّص كل كمية العجين ولحد بقى ما نخلّصها يا ريت بس كده لو ننزل في الكومنتات وتقولوا لي بتتابعوني من أي بلد، وكمان تقولوا لي محتاجين إن شاء الله الأيام الجاية الفيديوهات تكون فيديوهات صامت عليها كتابة والّا الفيديوهات تكون بتسجيل صوتي. طبعًا أنا عايزة أقول لكم إن تعليقاتكم بتفرق جدًا معايا، وباحس كده إن هي بتدّيني دعم إن أنا أقدر أكمّل الأيام الجاية. خلاص هنا بعد ما فردت كل الكمية، أول قطعة من العجين كنت فردتها وطبّقتها، هي دي اللي هارجع أفردها مرّة تانية. طبعًا هنا بقى بافردها على شكل مستطيل. بُصّوا، بافردها وزي ما أنتم شايفين أنا هنا مش عايزة أرقّقها أوي، يعني أنا عايزاها بالحجم اللي أنتم شايفينه. وأنا بافردها مستطيل، بافردها بصوابع إيدي مش بافردها بكَف إيديّا. الفردة دي بتخلّي إن العجينة في الآخر أو الفطاير في الآخر بتكون معانا مورقة. امشوا بس على الخطوات مضبوطة هتطلع معاكم أحلى فطاير سخنة تقدروا تاكلوها في الجو اللي إحنا عايشين فيه الأيام دي ده. وطبعًا عايزة أقول لِك ما شاء الله يعني لو قدّامِك نُص ساعة بس في المطبخ هتخلّصي الكمية دي كلّها، هتفرديها وتخلّصيها. يالّا بينا بقى على أهم حاجة وهي التسوية. معانا طاسة على النار فيها زيت، الزيت ده لازم يكون سخن جدًا والنار بتكون عالية مش عالية أوي يعني بتبقى فوق الوسط بشوية. هنبدأ بقى نحط الفطاير. لو تلاحظوا إن أنا هنا ما حطيتش عليها الزيت، أنا سِبتها هنا ما شاء الله بتتنفخ معانا لوحدها وما عملتش فيها أي حاجة، سِبتها كده زي ما هي. وأول لمّا الفطاير حسيت إن هي بدأت تاخد لون من تحت، على طول قلبتها على الناحية التانية، وقلبتها كمان مرّة بحيث أضمن إن هي أخدت لون على الناحيتين. ما شاء الله طريقة سهلة وبسيطة، بس أنا هاقول لكم على طريقة تانية بتخلّي العجينة أو الفطاير تتنفخ معانا أكتر من الفطاير دي. طبعًا أول لمّا أخدت اللون ده على طول باخرّجها كده على مَصفى علشان بس لو فيها أي زيت زيادة تتصفى معانا. الطريقة بقى التانية في القلي إن إحنا بنحط العجينة وبالمعلقة بنبدأ نحط عليها كده شوية من الزيت، بنلاقيها إن هي اتنفخت معانا جدًا. بُصّوا،
بتتنفخ جدا. خلاص هي اول لما بتتنفخ كده بنقلبها على طول، بنلاقيها ان هي اخدت لون، وهي دوبك يا جماعه ثواني بتكون اخدت لون على الناحيتين، وبنبدا نخرجها على طول. عايزة بقى أفكّركم بالفطاير دي إن هي أيام زمان كانت جداتنا، أنا عن نفسي كانت جدتي كانت بتعملها، كان في أيام البرد كده كانت أحلى حاجة جدتي كانت بتعملها في الأيام دي، إن هي كانت بتدخل المطبخ وتعمل لنا الفطاير السخنة. عايزة أقول لكم كنا كلنا بنتلم حواليها، وكان بيبقى لها طعم مميز وجميل أوي. عارفين كده اللي هي الحاجات اللي من الذكريات الجميلة اللي الواحد بيفتكرها، بيحس كده إن هو بيحن بجد لزمان. يالّا الله يرحمها ويرحم جميع أمواتنا المسلمين يا رب. هنا خلاص بعد ما خلصت بقى الكمية وحمرتها بالشكل ده، عايزة اقول لكم بقى ميزة الفطاير دي ان هي مش بتشرب زيت نهائي. عايزة اقول لكم خفيفة قوي، ونفس كمية الزيت اللي انا كنت حطاها في الاول هتلاقوها وانا بحمر في الفطاير ما نقصتش ولا حاجة. هنا زي ما انتم شايفين بنحط العجينة ونحط عليها الزيت، بنلاقيها ان هي اتنفخت جدا معانا بالشكل اللي انتم شايفينه. اول لما بتتنفخ بنقلبها على طول على الناحية التانية. وعايزة اقول لكم طبعا الحاجات دي كلها في ثواني بنكون خلصنا كل الكمية، يعني سواء الفرد أو القلي ما بياخدش أي وقت معانا نهائي. لو سمحتوا كده هتلاقوها مقرمشة جدا معانا، واخدة لون جميل. وطبعا بحطها على مصفى علشان لو فيها أي نقطة زيت تكون تتصفى معايا يعني كويس. وزي ما انتوا شايفين دي كمية الزيت زي ما هي ما نقصتش معانا خالص. تمام. تعالوا بقى كده نرجع للفطاير بتاعتنا واسمعكم القرمشة بتاعتها. اولا واخدة لون جميل جدا، ثانيا مقرمشة جدا وحلوة قوي. وطبعا بقى اللي هي ايه بغشه كده سريعه اقتصاديه ما بتاخدش اي وقت معانا نهائي. وتعالوا بقى كده لما نزينها، وعايزه اقول لكم كان اكتر حاجه بتميز الفطاير دي ايام زمان البساطه بتاعتها، ان هم يا دوبك بيطلعوها من على البوتاجاز يرشوها بشويه سكر. بصراحه كانوا بيرشوها بالسكر العادي، انا هنا اخترت ان انا ارشها بالسكر البودره. وكمان حطيت الفطاير على بعضها علشان تطرى معايا شويه. انا مش عايزاها تكون مقرمشه معانا جدا، يعني انا بحط الفطاير وعلى بعضها وارش عليها شويه من السكر البودره. بعد شويه بنلاقي ان الفطاير طرت معانا، بس مش بتطرى قوي، بيبقى فيها سنه قرمشه. ما شاء الله كميه كتيره من 3 كوبايات من الدقيق، طلعنا كميه حلوه واقتصاديه. وطبعا هنا انا حبيت ازينها كده زي البغاشه اللي احنا بنشتريها من الافران، مع اختلاف ان دي اقتصاديه جدا 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 وسهله في التوريق وسهله في القلي وكل حاجه. طبعا تقدري تقدميها بشكل تاني لو انت يعني عندك اطفال، ان انت بتجيبي قطعه الفطاير وتبداي تلفيها على شكل رول، وتبداي بقى تحطيها كده في ورق، بحيث ان ابنك او بنتك لما تيجي تاكلها تبقى ايه سهله كده في الاكل. طبعا ما شاء الله هنا زي ما انتم شايفين عملنا كميه حلوه، وكمان زي ما قلت لكم خفيفه جدا في الاكل. بصوا عايزه بس اقول لكم ان هي بالرغم ان احنا حطيناها على بعضها عشان تبقى طريه، فهي لسه محتفظه بالقرمشه بتاعتها زي ما هي. طريقه سهله بسيطه جدا، انصحكم فعلا ان انتوا تعملوها. بصراحه اقتصاديه جدا. وكمان بقى بصوا معايا مورقه قوي، مورقه بصوا مش معجنه خالص، وزي ما انتوا شايفين بغاشه بغاشه زي اللي احنا بنشتريها من الافران، بل بالعكس بتبقى احسن واضمن وكمان احلى بكتير من بتاعه بره. بجد بقى برايكم فعلا الوصفه دي تستحق كام على 10؟ يا ريت بس لو تسيبوا لي ارائكم تحت في الكومنتات. سامعين بس القرمشه عامله ازاي؟ انا عايزه بقى الكومنتات كلها مفيش فيها غير تسلم ايدك يا ام ليلي. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، وربنا يحسن ما بين ايديكم، وبالف هنا وشفا، وباي باي.